بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. دي فكرة، الفكرة التانية للمشروع بتاعنا طبعا، اللي هو كوبات الشوكولاتة أو كوبات جاتو شوكولاتة، كيك شوكولاتة، أيا كان. المهم هي الفكرة التانية من ضمن أفكار المشاريع البيتي. تمام. هنسمي الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هقول لكم الكوبايات دي بتطلع، آه يعني هنعملها مع بعض وبتطلع ازاي وبتبقى دنيتها كلها ازاي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا 4 بيض، عليهم معلقه فانيليا صغيره. 4 بيض بدرجه حراره الغرفه عشان احنا هنعمل كيك، كيك عادي خالص، مش سبونج ولا حاجه. تمام. معلقه فانيليا سايله او كيسين فانيليا من اللي هي البودر عادي. تمام. هضربهم، وحطيت كوبايتين سكر لان انا هعمل كميه، هعمل صاج كبير 30 في 40. تمام. آه لو حد هيعمل كميه اصغر، مثلا صينيه صغيره، يعمل نص الكميه اللي انا هعملها بس. تمام. ضربت السكر مع البيض لحد ما السكر داب خالص. ممكن نعمل طبعا في الخلاط او بالمضرب اليدوي، بس المضرب اليدوي يعني ايه، هيغيب شويه. ممكن تعملي كل ده في الخلاط. تمام. نزلت عليهم بكوبايتين من اللبن. طبعا انا قلت انا عامله كميه كبيره، صاج كبير. تمام. وكوبايه من الزيت، او تقريبا كانت كوبايه الا ربع من الزيت، مش زيت مش كتير يعني. تمام. لان كل ده بينزقي، انا بسقي الكيك ده بعدين. تمام. ضربت كله مع بعضه. ومعايا هنا بقى 4 كوبايات من الدقيق، عليهم 4 معالق كبير من الكاكاو الخام الاسباني، عليهم كيسين من البيكنج باودر، ورشه ملح ما بين صوابعنا كده. دخلتهم كويس وقلبتهم كلهم على بعض. وهنزل بقى بيهم ايه على على الخليط بتاعي. تمام. بصوا بقى، لو انت عاملاه في الخلاط هتعملي الخطوه بتاعت الدقيق دي بقى ايه، بالمضرب اليدوي. تمام. انا لو شغاله بالمضرب زي كده يبقى تهدي ايه، لما وقت ما بتحطي الدقيق هتهدي المضرب على اهدى سرعه. تمام. عشان يطلع معاكي كيك ناجح ان شاء الله، ما يهبطش في الفرن ولا حاجه من دي. اثناء ما انا بنزل بالدقيق بقى، انا مولعه على كوبايه ميه بتغلي. تمام. هضرب كده. طبعا انا زي ما قلت لكم شغاله المضرب على اهدى سرعه، علشان ما الكيك ان شاء الله ما يهبطش مني في الفرن ولا الكلام ده. اهي شايفين كوبايه ميه سخنه بتغلي. الميه السخنه ليه بقى بنحطها على الكيك اللي هو الكيك اللي بالشوكولاته؟ بيحول الكاكاو معايا كانها شوكولاته. تمام. شفتوا الكيكه اللي يعني اقول لكم ايه، زي ما بتكوني مش مجرد انك بتاكلي كيكه بالكاكاو وخلاص، لا، بتحولها فعلا لطعم شوكولاته كده، تحسي ان انت بتاكلي شوكولاته. يعني هو كيك محطوط عليه شوكولاته. تمام. هضرب بقى ضربتين كده بالمضرب على اهدى سرعه زي ما قلت لكم. طبعا انا مسرعه الفيديو فباين ان هو بيعمل سريع، ولكن انا عاملاها على اهدى سرعه، على رقم 1. يا اما هتعملي خطوه الدقيق دي بالمضرب اليدوي. تمام. معايا الصاج بتاعي ده 30 في 40، ده صاج كبير عشان كده انا عامله كميه كبيره. تمام. قلت يعني هعملها مره واحده، لو بيفضل مني كيك انا بشيله في الفريزر لما برجع اعمل بيه تاني. تمام. همسح الصاج بمسحه زيت بالفرشه، وهعفره بالدقيق كده، وبعدين انفض الدقيق تاني منه، وانزل بقى بالخليط عليه. طبعا انا مشغله الفرن معاكي درجه حراره وسط، هتشغلي من تحت بس. تمام. ما بنشغلش الشوايه، او لو عايزه تشغلي الشوايه على ما الفرن يسخن وتدخلي الصاج، وبقى لما تدخلي الصاج طفيه، تشغلي تحطيه على الشبكه في الرف اللي في النص على درجه حراره وسط. تمام. بعد ما بخلة اسنان او باي حاجه كده، بشوكه بسكينه، مشي في الكيك كده عشان يطلع بس ايه، ما يبقاش فيه اي فراغات هواء، واخبطيه خبطتين كده يطلع كل الهواء اللي فيه. بس دخلتها بقى الفرن وخدت معايا، يعني هتاخد معاكي من 25 ل 30 دقيقه. تمام. يعني من اول 25 دقيقه كده تبداي تشوفيها، تبداي تبصي عليها. طبعا هو مش هيغيب كتير لان الصاج واسع، وانا مش عايزاه يبقى مرتفع قوي. تمام. ده بقى آه، الخليط اللي هسقي بيه الكيك. عملت كوبايتين لبن، غليتهم على النار، وحطيت فيهم مكعب من الشوكولاته الخام، ومعلقتين سكر. تمام. ممكن ميه على فكره عاديه، تحطي فيها معلقه من صوص الشوكولاته او الجناش، تدوبيها فيها وتسقي بيها الكيك، مش لازم لبن. تمام. ومش لازم شوكولاته، اي حاجه، شويه ممكن شويه ميه عليهم معلقه كاكاو او معلقه صوص شوكولاته او جناش او ايا كان، وتقلبيهم وتسقي بيهم الكيك عادي. هنا بقى الكريم شانتيه معايا، انا عملت حطيت كوبايتين من الكريم شانتيه، عليهم كوبايتين ميه. تمام. كوبايتين ميه ساقعه متلجه، وحطيت عليهم معلقتين من الكريم باستري، كانت نص كوبايه. تمام. الكريم باستري حطيت له كمان كوبايه ميه،
ومعلقتين كبار من السكر. تمام، وضربت. هنا بصوا الكريمه متماسكه خالص اهيت. لا انا مش عايزاها متماسكه كده. الكلام ده هتحطي لكل كوبايه كريم شانتيه كوبايه ميه، لو انت عايزاها متماسكه كده. انا مش عايزاها متماسكه، لان انا هعمل كوبايات شوكولاته. الكوبايات دي بتبقى، بصوا الكيكه مسقيه خالص، الكريمه فيها سايله، الشوكولاته سايله، بتبقى كانها كلها عباره عن صوص شوكولاته. هي كلها بتبقى طريه كده والصوص فيها كتير. تمام. انا حطيت كوبايه ميه كمان وضربت. انا عايزاه سائل كده معايا، يعني هو مش سائل قوي ولكن مش متماسك برضو للدرجه اللي هي لازم يكون فيها متماسك قوي. هو واضح قدامكم اهوت. تمام. هحطه بقى في كيس حلواني، او مش لازم كيس حلواني، اي كيس تلاجة نضيف حطيه فيه عشان تعرفي بس تشتغلي بيه على نظافه كده، وتخرميه من تحت وتشتغلي. بصوا بقى انا معايا الكوبايات دي. الكوبايه دي انا بجيب الواحده، هي كوبايات بغطا، بتبقى الواحده ب2 جنيه. لو هتجيبي كميه كبيره ممكن يعني من عند اي المحلات اللي هي بتاعت مواد التعبئه والتغليف، لو بتجيبي كميه كبيره ممكن يعمل لك عليها خصم يعني. تمام. بصوا بقى انا قطعت الكيك باي حاجه مدوره كده على قد الكوبايه، آه، احجام بحجم الكوبايه كده زي ما انتم شايفين. انا بوريكي هنا ان انا بحطها على الوش بتاعها، يعني وش الكيك بحطه من تحت. تمام. والظهر بخلي الظهر ليا من فوق عشان لما اجي اسقي الكيك يشرب. تمام. اهو الخليط اللبن بالشوكولاته اللي انا قلت لكم عليه حطيته في الازازه دي وبسقي بقى. بصوا ما تستغربوش ان انا بحط كتير، هي الكيكه الشوكولاته دي بتشرب كتير. تمام. وهو الناس اللي بتحب تاكل كوبايات الشوكولاته او جاتوه الشوكولاته عامه كده بيحبوا ان هم يحسوا ان هو كل حاجه فيه طريه وكأن كل حاجه فيه صوص. فاهميني؟ هنزل بقى بطبقه الكريمه بعد ما سقيت الكيكه. دي الطبقه التانية. هعمل 3 طبقات، يعني 3 طبقات كيك و3 طبقات كريمه، وكل طبقه كيك بحطها بسقيها وبسقيها كويس قوي. تمام. بغرقها باللبن بالشوكولاته اللي انا عاملاه. تمام. اهو زي ما قلت لك حطي الكيكه على الوش يبقى تحت والظهر فوق. الوش من فوق بيبقى يعني ايه، مش هيشرب معاكي زي الظهر. فاهماني؟ لما تخلي الظهر هو اللي فوق وتحطي تيجي تسقي باللبن الكيكه هتشرب اللبن كله، مش هيبقى واقف فوقيها ولا الكلام ده يعني. تمام. اهو هنزل بقى دي الطبقه التانية من الكيك، هنزل عليها بالطبقه التانية من الكريمه، وهكذا هعمل 3 طبقات كيك و3 طبقات كريمه. الكوبايه دي بتروح بتطلع في الكافيهات، بتطلع في السوبر ماركت، وبيبقى عليها الناس اللي هي دايما بتلاقي الناس اللي بتحب الحاجات اللي بالشوكولاته دي اكتر من يعني ايه، اكتر من اللي بيحبوا الحاجات التانية، يعني تشيز كيك او جاتوهات بانواع تانية او الكلام ده. دايما بتلاقي جمهور الشوكولاته اكبر يعني. فاهميني؟ فبيبقى عليها اجماع اكتر. تمام. طبعا احنا الكوبايه دي بعملها وبعمل انواع تانية ان شاء الله بصورها معاكم برضو. فكرة حلوة برضو زي التشيز كيك بنطلعها برضو للسوبر ماركت. تمام. وانتي في بيتك كده ممكن تشوفي اي منفذ بيع ليكي وتبداي انك تشتغلي. طبعا اليوتيوب دلوقتي مش مخليكي ان انتي مثلا تقولي ان انا ما بعرفش اعمل الحاجات دي والكلام دي، لا اليوتيوب ما خلاش حد ما بيعرفش يعمل حاجه. اي حاجه هتطلبيها هتلاقيها، وبالتفاصيل الممله هتعرفي تعملي كل حاجه. تمام. معايا هنا بقى ايه، انا حطيت الكوبايات بعد ما سويت الكريمه كده من فوق، حطيتها في التلاجة تتشمع شويه. تمام. معايا هنا نوتيلا. ممكن دي النوتيلا بالبندق. ممكن انتي لو عندك صوص شوكولاته تقيل او جناش ممكن تستغني عن النوتيلا وتحطي صوص شوكولاته او جناش. تمام. على الوش بقى من فوق. النوتيلا ما بتتخففش بميه، بتتخفف بالزيت. هحط زيت كده لحد انا حطيت حوالي معلقتين او 3 معالق كبار من النوتيلا في الطبق، وعليهم حوالي معلقتين كبار من الزيت او 3 معالق برضو. وزيت يا ريت ما يكونش ليه ريحه عشان ما يبانش في طعم الشوكولاته خالص. تمام. هفضل اقلب فيها كده لحد ما تخف معايا خالص زي ما انتم شايفين كده، واخد حوالي معلقه كبيره على كل كوبايه. تمام. او زي ما انت شايفه الطبقه، يعني مش لازم ما تخليش الطبقه تقيله قوي. تمام. هاخد حوالي معلقه كده على وش كل كوبايه، وابدا ان انا ايه اسويها بظهر المعلقه، اخليها على وش الكوبايه كله بظهر المعلقه كده متساويه زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا انتي بتحسبي تكلفتك كلها، بيض، دقيق، غاز، كوبايات، شوكولاتات. بصي كل حاجه بتحسبيها، وبعدين بتحطي شغل ايدك انتي اللي هو مكسبك انتي بما يرضي الله. تمام.
او على حسب ما الحاجه بتمشي في المكان اللي انت فيه، بيمشي بيعها او سعرها ازاي، وبتحطي مكسبك عليها وبما يرضي الله، بتطلعيها كده. تمام. يعني انا مش بحدد الاسعار او مش بقول اسعار، علشان كل مكان بيختلف عن التاني، كل مكان بيختلف في البيع عن التاني. تمام. انتي بتبداي تسالي الحاجه دي ماشيه عندك ازاي. تمام. وبتحسبي تكلفتك كلها، وبعدين بتحطي عليها مكسبك او اللي هو شغل ايديك يعني، وتحطيه عليها وبتطلعيها. تمام. بصي بقى، اصابع الشوكولاته دي اللي هي بالبطيخ، في بالشوكولاته، وفي انواع تانية كتيره قوي. هنحط على كل واحده صوبع بس، دي هو ايه كشكل تزيين من بره بس. تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هحط شويه بقى، شويه شوكولاته شيبس، شويه فورماسيل، اي حاجه تكسر الالوان يعني. بما ان بقى هي كوبايه شوكولاته، هنحط ايه شويه شوكولاته شيبس كده، ايه, بني. تمام. شويه فورماسيل بقى، ايه ملونين كده يكسروا اللون بس، او شويه اي شوكولاته عندك ممكن تبشريها. انا كان عندي شوكولاته بالبيستاشيو اللي هي الخضره دي، اللي هي عامله زي الطوفه الطويله دي. بشرت واحده منهم بالمبشره وعملتها برضو على الوش كده. ودي بقى ايه الغطيان بتاعتها، هي بتغطيها كده، بتركبيها وتغطيها، تبقى بتغطيها بقى بالغطيان بتاعتها. وتسيبيها في التلاجة. يا ريت يعني يعني تعمليها وتطلعيها تاني يوم. طعم الشوكولاته بقى بياخد من الصوص، من الكريمه مع الكيكه، بتحلو اكتر. فاهماني؟ ال- الكوبايه الكيك مع كل يعني كله مع بعضه كده، الطعم كله بياخد من بعضه، فبتحلى اكتر واكتر. تمام. بس يعني ما تخليهاش عندك اكتر من يوم وتطلعيها. بس كده. يا ريت بقى لو اللي يشوف الفيديو ويشوف ان هو مفيد يعني قولولي. واللي عايز حاجة من الحاجات دي يقولي، وانا ان شاء الله بصورها وانزلها بعد كده بإذن الله.